استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء السعادة والهنا على سميعة مونيكروفون، ومعاكم مونيكا ميشيل، ودقة الساعة 6:15، يعني دقة طبلة جديدة تحكي لنا أسطورة جديدة من رمضان في برنامجنا من سحر آتي. ويلا بينا نعرف الحلقة اللي فاتت الأسطورة انتهت على إيه؟ أحب أقول لكل اللي توقع إن يونس اختار إنه يخرج من مدينة بجد برافو، لكن اللي توقع غير كده للأسف هارد لك. بس فيها وجهة نظر إنه يقعد في المدينة دي وينبسط ويفضل طول الوقت عايش جو رمضان المبهج، بس أنا أعتقد إن ممكن يزهق يعني. ودلوقتي بقى يلا بينا أقول لكم انتهت على إيه. يونس قرر يخرج علشان يحكي للعالم عن المدينة العجيبة دي، لكن للأسف لما حاول يرجع تاني بعد سنة ما قدرش يلاقي الطريق ليها، كأنها اختفت. ومن ساعتها الناس بقت تقول إن فعلا في مدينة سرية بتظهر بس للي قلوبهم بتحب رمضان بجد وتعمل خير فيه. وهنا الأسطورة بتاعت الحلقة اللي فاتت خلصت. اللي حابب يفهم بتتكلم عن إيه ارجع للحلقة اللي فاتت وقول لي رأيك. وحالا طبلة جديدة هتسمعنا سحر أسطورة جديدة عن الظل، بس مش أي ظل، مش ظل عادي خالص. بيقولك في واحدة من أقدم المدن العربية كان في مسجد كبير معروف بحكاياته الغامضة، وخصوصا في ليالي رمضان. الناس كلها كانت بتلاحظ حاجة غريبة، كل ليلة بعد التراويح تلاقي فيه ظل بيتحرك لوحده بيمشي وسط الحارات، بس مالوش صاحب. تقولي ازاي؟ هنعرف. الظل ده كان بيظهر بس في رمضان، ودايما يجري بسرعة وكأنه بيهرب من حاجة معينة محدش عارف ايه هي. الأسطورة بتحكي لنا إن من مئات السنين كان في شاب اسمه مالك. كان شاب ذكي جدا، بس الحلو ما يكملش، لأنه للأسف كان برضو مغرور جدا. دايما كان بيتحدى كل الناس بعلمه، وكان بيقول أنا بفهم في كل حاجة ومفيش أي سر في الدنيا ما أقدرش أحله. وفي ليلة من ليالي رمضان سمع عن راجل عجوز كان حكيم واسمه الشيخ داود. كان مشهور وسط الناس. مالك يسكت؟ لا طبعا، راح جري على الشيخ داود وقال له بتحدي كده علمني أي حاجة أنا معرفهاش. الشيخ ابتسم وقال له في الدنيا يا ابني حاجات ما يقدرش حد يفهمها بالعقل، لازم تعيشها بروحك. لكن مالك ضحك بسخرية وقال كلام الروحانيات ده بحسه خرافات. الشيخ بصله وابتسم له للمرة الأخيرة وقال له طيب الليلة بقى هتشوف بنفسك. وفعلا فجأة في نص الليل وهو ماشي لوحده في الحارة شاف ظله بيتحرك لوحده وانفصل عنه تماما، وبدأ يجري بعيد. جرب يجري وراه لكنه ما قدرش يمسكه للأسف، وفضل الظل يهرب بين الحارات لحد ما اختفى خالص عند بوابة المسجد. ومن يومها مالك محدش شافه، لكنه بقى يظهر كل رمضان في صورة الظل الهربان. والناس بقوا يقولوا بعدها الظل ده لكل مغرور اللي يعتمد على عقله بس ويضيع روحه في الطريق. قولي انت بقى، مين قالك على حاجة أو معلومة وحسيتها خرافة وأي كلام مش حقيقة يعني، بس بعدها اتصدمت وحصلت لك بجد؟ اكتب لي تحت هنا في الكومنتس. وللأسف دلوقتي سكتت طبلة النهاردة، واستنوني بكرة في نفس الميعاد الساعة 6:15 مساء مع طبلة جديدة هنعيش معاها سحر أسطورة رمضانية جديدة في برنامجنا من سحر آتي مع مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا
يوماتي من سحر آتي.